مرحبا، معكم سهى من قناة بسكوتارت. اليوم راح أقدم لكم وصفة كريمة توم بدون بيض. طبعا كريمة توم غنية عن التعريف، وصفة كتير لذيذة، بتتقدم مع الشاورما، مع الدجاج، مع الساندويتش. بالأصل كريمة توم بينعمل ببياض البيض، لكن في كتير أشخاص ما بتستحب إنه تاكل البياض أو البيض بشكل عام وهو ني بدون طبخ. فهاي الوصفة راح تعوضهم عن كريمة توم الني، وبتعطينا نتيجة حلوة كتير وطعم كتير كتير طيب ورائع، وحتى الملمس والقوام جدا ظريف. راح نبلش بالمقادير مع بعض. في عنا 3 أكواب مي، 4 معالق معرمة من النشا، معلقتين صغار توم مهروس، معلقتين صغار من الملح، عصير ليمون أو معلقة صغيرة من ملح الليمون، نص كوب زيت نباتي. نبدأ بخطوات التحضير. بالأول بحضر طنجرة وبسكب فيها 3 أكواب من المي. أنا مستخدمة كوب عيار 250 مليلتر، ضروري إنه تتأيدوا بسعة الكوب حتى تنجح معكم الوصفة. المقادير بالبداية رح نحركها على البارد وبعدين بنرفع على النار. نضيف عليهن 4 معالق معرمة من النشا، نشا الذرة العادي اللي بنستخدمه بطبخ المهلبية. بحركن على البارد حتى أضمن إنه النشا توزع بشكل جيد مع المي، وبعدين برفعهم على النار. لما بنرفعهم على النار لازم نستمر بالتحريك، هاي نقطة كتير كتير ضرورية، لأني مثل ما بتعرفوا إنه النشا بالعادة بيترسب بأسفل الطنجرة وبيحترق، فرح نستمر بالتحريك لحتى المزيج يغلي. وبتلاحظوا إنه بعد ما يغلي بيتغير لونه، يعني حاليا لونه أبيض ناصع. لما بيقرب على الغليان بنلاحظ إنه شوي صار اللون أخف، شبه شفاف، والمزيج صار عندي أتقل. طبعا هاي العملية ممكن تاخد يعني 5 دقايق 7 دقايق. ملاحظين بلشت الفقاعات تظهر على السطح عندي، المزيج غلى. مجرد ما يغلي المزيج بوطي النار وبخليها كتير خفيفة وبتركه حوالي 4 أو 5 دقايق. هاي الفترة بستمر فيها بالطبخ لأنه بدي النشا ينضج، وما بدي هالطعمة في عادة النشا بيكون له هيك طعمة يعني شوي غريبة، بس لما بينضج بتختفي هاي الطعمة. بعد ما ينضج بتركه بحرارة الجو وبحركه كل شوي، كل 5 دقايق أو 10 دقايق، لأن ما بدي تتشكل على وشه أي قشرة، وبستناه ليبرد. هيك بيكون شكله بعد ما يبرد تماما، وبيكون صار جاهز لحتى نخفقه. لتحضير كريمة التوم رح يلزمنا محضر طعام. بفرغ المزيج بالمحضرة وبخفقه حوالي دقيقة لحتى يطرى، لأني النشا والمي عملوا لنا مزيج سميك، فضروري إنه نحن نخفقه لحتى يفك شوي عن بعضه. بعدين بيجي مرحلة إضافة الزيت. الزيت رح نضيفه والمحضرة شغالة من فتحة التغذية، يعني بضيف الزيت على شكل خيط رفيع شوي شوي، وتكون المحضرة عم تشتغل. هاي العملية كتير ضرورية، لأن الزيت بيحتاج وقت طويل لحتى يسمك، يعني بيحتاج لخفق كتير لحتى يسمك. فلما بضيفه بشكل خيط هذا الشي بيساعد المحضرة على أنه تعطيني نتيجة جيدة. وكل ما كانت المحضرة قوية كل ما اختصرنا وقت الخفق. يعني عادة أنا بياخد معي تقريبا 10 دقايق خفق. بالبداية رح تشوفوا إنه المزيج عم يفصل عن بعضه، يعني مثل ما نكون شايفين إنه الزيت والمزيج النشا مو كتير متجانسين، ما كتير القوام حريري. عادي ما تخافوا، بالبداية هيك بيكون، فقط استمروا بالخفق. طبعا مثل ما قلت لكم إذا المحضرة عندكم قوية فممكن ياخد معكم 5 دقايق بس أنا المحضرة عندي يعني متوسطة، تاخد معي 10 دقايق. بعد مرور 10 دقايق ملاحظين المزيج صار عندي كريمي، صار بياضه ناصع أكتر، صار ملمسه حريري. ما تخافوا إنه المزيج صار شوي مريء، عادي عادي، لأني نحن خفقناه لفترة طويلة. لما نحطه شوي بالبراد رح يرجع يشد. ضفت الثوم وضفت نصف كمية الملح. أنا بالعادة بضيف كل الملح لأني هالوصفة بحضرها باستمرار، ودائما بتاخد معي معلقتين صغار ملح، بس بالنسبة لكم كأول مرة ضيفوا نصف الكمية ودوقوا وقرروا إذا بدكم ملح زيادة أو لا. بعد ما ضفت المنكهات برجع بشغل المحضرة حتى تمتزج النكهات مع بعضها، وبدوق بقرر إذا كان بدي ملح زيادة أو حمض زيادة. بس بالإجمال هاي الوصفة هي وصفة بسيطة، فبنصحكم إنه المنكهات تكون ظاهرة، يعني الحمض والثوم والملح يكونوا شوي ظاهرين. هلأ أنا عم دوقها
طبعا قلت لكم أنا دائما بتاخد معي معلقتين ملح، فحسيت إنه هي بحاجة لملح زيادة وبحاجة كمان لحمض زيادة. بالعادة أنا بستخدم بهالوصفة بالذات ملح الليمون، معلقة صغيرة من ملح الليمون. بس بالفيديو حبيت إني أستخدم الليمون حتى تشوفوا الخيارات قدامكم. بعد ما يخلص كريم الثوم نفضيه بصحن، ممكن نحطه 5 دقايق أو 10 دقايق ارتاح بالبراد، بيرجع بشد شوي ومنقدمه. وألف صحة وهنا. إذا حبيتوا هاي الوصفة ممكن تزوروا موقع بسكوتارت.com. باي.